يلا بينا هنعمل قرص الفلاحي او القرص اللف الخطيرة دي. بتبقى حلوة قوي مع الفطار، او كمان ممكن اليومين دول نديها للولاد في اللانش بوكس. يعني بصراحة خطيرة، بتسد خانة. يعني ممكن الولاد اما يجوعوا ياخدوا لهم واحدة كده. بجد حلوة قوي. تقدروا تعملوها سادة او بالعجوة او تحشوها اي حشوة تحبوها. وقبل ما ابدا اتمنى تدعموني وتعملوا لي اشتراك في القناه ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. انا هنا المقدار بتاعي كيلو دقيق. تقدروا تقسموا المقدار لو هتعملوا نص الكميه. عليه معلقتين سمسم ورشه ملح ومعلقه كبيره بيكنج باودر. هحط عليهم بقى كوبايه سمنه وكوبايه زيت. تقدروا تخلوا الكميه سمنه بس، او تحطوا كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه زيت. ده طبعا حسب الرغبه. وانا قبل ما ابدا بقى في العجن هحضر الخميره بتاعتي. هحط عليها نص كوبايه سكر وباكو خميره على نص كوبايه ميه. هسيبها كده علشان اتاكد ان هي شغاله وكويسه. اول ما ترتفع معايا هستعملها. على ما الخميره ترتفع معايا شويه هبس بقى القرص بتاعتي. هبس الدقيق بالسمنة كويس زي ما انتم شايفين. لما السمنة تختفي خالص واتأكد ان الدقيق ده غلف كله بالسمنة واختلط تماما زي ما انتم شايفين كده بالظبط. هنبس العجينة كده من 3 دقايق ل5 دقايق او اكتر، لما اتأكد ان هي اتبست كويس والدقيق بتاعي اختفى تماما وبقت شبه حبات الرمل زي ما انتم شايفين كده. هنزل بنص كوباية المية اللي عليها الخميرة وهبدأ بقى أعجن. دي كده أول حاجة في السوائل بتاعتي. بعد ما هعجن كويس هنزل بقى بنص كوباية حليب وهعجن تاني. يبقى كده أنا نزلت على العجينة بتاعتي بكوباية، نص مية ونص حليب. باقي مقدار السوائل عندي اللي هو كوباية حليب. هنستنى ننزل بيها بقى واحدة واحدة على العجينة بتاعتي لحد ما العجينة تلم معايا وتبقى عجينة طرية. وما تشققش قوي مني لان هي كده كده لسه بترتاح معانا. فاحنا بس عايزينها تبقى عجينة طرية، ما نحسش خالص باي نشفان فيها ولا تكون قاسية معايا. لا، هنقعد نحط في السوائل حتى لو خدت كوباية الحليب كلها تمام. انا هنا المقدار بتاعي اخد معايا كوباية كوبايتين حليب الا حاجة بسيطة. تمام. بس هسيب بقى عندي العجينة ترتاح. انا مش هسيبها تخمر يا جماعة، انا بسيبها ترتاح من 10 دقايق لربع ساعة وهنبدأ نشتغل فيها بقى على طول. انا هنا لقيتها محتاجة سوائل تاني وحطيت بقية كمية السوائل زي ما قلت لكم. هسيبها بقى ترتاح وهغطيها كويس، وبعدين بعد ما ارتاحت اهي معايا هبدأ اشتغل فيها. هاخد نص كمية العجين هبدأ اكورها لكرات وارصها بقى في الصاج، وبعد كده ابططها اخليها يعني شكل قرص. هعملها كرات بالمنظر ده، وبعد ما اقطعها كرات بلفها واحطها في الصاج وبططها. ببططها كويس جدا يا جماعة علشان هي بترتفع تاني لما هتيجي تستوي. فاحنا بنبططها لأكتر حاجة يعني تقدروا عليها. اهو زي ما انتم شايفين العجينة بعد ما استريحت. هنا بططتها وسبتها بقى خمرت. هشرطها بسكينة او بشوكة بالمنظر ده علشان لما ترتفع معايا في الفرن ما ترتفعش قوي وتبقى سواها مظبوط. هدهن وشها بالحليب وادخلها على فرن سخن على درجة حرارة 200 وبسيبها تستوي لحد ما وشها ياخد لون. انا ما بفتحش الشواية عليها. وهنا بعد ما طلعت انا كده وصفتي خلصت. اتمنى تعجبكم واتمنى تجربوها. هحطلكم المقادير بالجرامات في صندوق الوصف، ويا رب الوصفة تعجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.